شاطر يا حبيبي، كده قربنا نوصل لتمن البلاي ستيشن. اكيد علشان نعلم ولادنا قيمه الفلوس لازم نبدا من بدري ويعرفوا اصلا يعني ايه فلوس، ازاي يستخدموها صح ويستثمروها، عرفوا ايه هي العملات واستخدمها في الالعاب ما بينكم. ولما يكبروا شويه اتكلم معاهم عن الفلوس بواقعيه وعرفهم انها جانب مهم من جوانب الحياه، وانها اداه هتخليه يعيش الحياه اللي هو عايزها، وان هو اللي يديرها مش هي اللي تديره. خليه يتعامل بالفلوس بشكل عملي قدامك، عرفوا اسعار الحاجات في السوبر ماركت وان احنا لينا ميزانيه النهارده، وخليه يحسب التكاليف ويختار على اساسها، وده علشان يفهم ان مش كل حاجه تيجي في بالنا لازم نجيبها، ولازم يكون في تخطيط واهداف. واهم حاجه لازم يعرفها هي الفلوس دي بتيجي ازاي. لازم يفهم اننا بنتعب ونشتغل علشان نجيب الفلوس، فخليه يحاول يكسب فلوسه بنفسه، خليه يتعلم يعمل حاجات هاند ميد ويعرضها للبيع، ولما يكسب فلوس بنفسه هيعرف قيمتها. علمه يعمل ميزانيه يوميه على اي ابلكيشن على الموبايل يكتب فيها صرف قد ايه، وعلمه يحوش 50% من الفلوس اللي بياخدها، وممكن يعمل بيها حساب توفير. وحط دايما لاولادك هدف للفلوس اللي بيحوشوها، لعبه حلوه يلا نحوش، سفريه حلوه يلا نحوش، بلاي ستيشن يلا نحوش، وهكذا. اعمله نظام مكافاه على الفلوس اللي ادخرها وزودها له كمان علشان يتشجع اكتر. وخليه قدوه، يعني ما ينفعش تطلب منه يحوش ويستثمر من غير ما انت تكون بتعمل كده قدامه. اتفق معاه مثلا انكم هتحوشوا والشهر الجاي تشتروا حاجه للبيت، او هتحوشوا علشان سفريه، وده هيكون مثال واضح قدامه. قولي بقى في الكومنتس بتعمل ايه من الطرق دي علشان تعلم ولادك قيمه الادخار والاستثمار.